بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم سعاد من قناة نور شانيل. كنرحب بكم مرة أخرى على قناتي وقناتكم، وكنقول لكم عواشر مبروك أحبابي بالصحة والسلامة وطول العمر يا ربي. كيف ما شاهدتوا في العنوان، اليوم إن شاء الله غنشارك معكم وصفة فلون كراميل اللي كيجي أكثر من رائع. صدقوني كيجي لذيذ بزاف، ناجح من أول مرة، بدون فرن، بدون تعب، كيتحضر في نهارو بسرعة، كيتحضر كيوجد معكم. سورتو حنا مقبلين ان شاء الله على الشهر الكريم، كنبغيو بحال هكا في التحليات ديال السحور او في التحليات مع الفطور، كنبغيو هكا شي تحليه تكون بارده وحلوه، فهذا غينفعكم بزاف. وما نطولش عليكم، ما تنساونيش حبايبي بتشجيعاتكم باللايكات، وندوزو مباشره نحضروا الوصفه. غنحتاجوا الفلون كراميل ديالنا، اطرو ديال الحليب مع كاس ديال السكر اللي غنصاوبوا به الكراميل. عندي بيضه واحده، 3 العلب ديال الفلون، درت انا بنكهه الفاني، ممكن ديروا اي نكهه كتفضلوا. عندي 2 اكياس ديال الفانيلا، تقريبا 2 معالق ديال الفانيلا، و5 المعالق ديال السكر اللي غنحلو به الفلون ديالنا. الا استعملتوا الفلون اللي كيكون محلى فما غتحتاجوش انكم تضيفوا السكر في الفلون ديالكم، كتبقى 5 المعالق، يعني اقل شيء ممكن انكم تضيفوا. ولا بغيتوا الحلاوه اكثر من 5 المعالق انا جاتني كافيه، كيجي المحلاوه ديالو معقوله. اول شيء كناخذ كاس السكر، كنجيب واحد المقله اللي تكون ثقيله، يعني تكون جوده مزيانه باش ما يتحرقش لكم، ما يتلصقش لكم فيها عفوا داك السكر. كنديروا على نار مهيله وكنخليوه يعني حتى كيذوب تماما، غير مره هكا كنحركوا باش كيتجانس، بلا ما تحركوا ولا بمعلقه ولا حتى شي حاجه، غير هكا كيبدا يذوب راسو يعني كينجح معكم. يعني مره كنجي كنبقى نحرك باش كيتجانس الخليط وكيذوب كله، ما يبقاو حتى شي حبيبات ديال السكر. وضروري ما تغفلوش عليه باش ما يتحرقش لكم، لان الا تحرق الكراميل كيجي فيه واحد المذاق اللي ما زوينش، كيولي كيعطينا المروره، وحنا بغينا يعني اللون ديالو يجي بحال هكا، يعني هكا كيكون داك اللون ديالو محمر. صافي هنا كافي انكم ملي كتشوفوا انه كله داب، فمباشره كتزولوه من النار. قبل ما تزولوه ضروري تكونوا واضعين المول اللي غادي يعني تخويو فيه الكراميل ديالكم، كيف ما لاحظتوا. حيت اون فوا كنحيدوه من فوق النار كنخويه مباشره، لانه دغيا كيبدا يجمد ملي كيبدا يتحيد من فوق النار، كيف ما كتلاحظوا معايا. وعندكم ديروا صباعكم او تبغوا تحاولوا انكم زعما تقادوا بصباعكم، لانه كيكون كيحرق. صافي مباشره غادي نضيفو هنايا، نجيب واحد الطنجره باش نخلطوا فيها الفلون. غنضيف السكر اول شيء، غنضيفو الفاني تقريبا كيف ما قلت لكم، عندي 2 معالق السكر. اللي كان عندكم يعني اي نوع اخر من الفاني ممكن تستعملوه. ضفنا هنايا العلب ديال الفلون، يعني درت انا فلون بنكهه الفاني، ممكن ديروا ديال الكراميل الا كنتو كتفضلوه، كيبقى لكم الاختيار. كنحرك كلشي مزيان باش كيتجانس لينا هكا الفلون. ملي كنحركوه مع السكر كنضمنوا انه ما غاديش يتكون لينا ملي غنضيفوا ليه الحليب. من بعد غنضيف هذاك الحبه ديال البيض اللي كتكون تاهي بحراره الغرفه، وكنضيف تقريبا واحد نص كاس ديال الحليب كمرحله اولى باش كنخلط كلشي. الخليط ديالي كيتجانس، ديك البيضه كتطلق لينا وسط الخليط. ومني غنضيفوا الحليب دفعه اخرى، يعني غادي يجي القوام ديال الخليط بالجنس، ما يكون فيه لا كريات لا والو. صافي غنحركها مزيان 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 كيف ما كتلاحظوا معايا. من بعد غنضيف الكميه ديال الحليب كامله، ضروري هنا بقيت كنحرك مزيان هكا، يعني كنضمن ان البيض ديالنا انه تجانس لينا تماما مع الخليط. فصدقوني لو جربتوا ان شاء الله هاد الوصفه هي غتنال اعجابكم، لانها ساهله بزاف ودغيا كتحضر. هنا غنضيفوا الكميه المتبقيه ديال الحليب، وحنا كنطربوا دائما بهذا الطراب اليدوي. صافي من بعد ما كيبان لينا ان الخليط ديالنا تجانس، احنا غادي نوضعوه مباشره فوق النار، ودائما غنبقاو نحركو، لان كيف ما عرفتوا هنايا الفلون فاحنا استعملنا فيه هذيك البيضه. يعني مره ضروري انكم تبقاو تحركوه حتى كيوصل لمرحله الغليان. يعني مره تبقاي تحركي هكا وانتي حداه باش ينجح معك هذا الفلون وما يتكور، ما يلتصق لينا في الطنجره. كيف ما كتلاحظوا هنا بدا كيغلي، ومره كنحركوه. كنستمر على هذا الشكل هذا.
طريقة صراحة سهلة وكتوجد بسرعة، هذا هو الأهم فيه. يعني بحال هكا إن شاء الله في رمضان، يعني اون فوا توجديه في الصباح في العشية إن شاء الله مع الفطور أو مورا الفطور، يعني كيكون واجد. هنا من بعد ما كيوصل أنه بحال غادي يفيض، هنا في هاد الأثناء كنطفيو عليه صافي، كنحركوه مرة أخرى وكنجيبو المول ديالنا وكنوضعوه فيه مباشرة. هنا تقدروا تسمعوا ملي بداو تخويو بالفلون ديالكم، كتسمعوا بحال الطرطيق ديال هذاك الكراميل، فما تخافوا ما والو، يعني عادي، لان كيكون الكراميل برد وملي كنوضعوا فوق منه الفلون هو ساخن كيدير ديك ردة الفعل ديالو. صافي هنا من بعد ما كنخويو هنايا الفلون ديالنا، فحنا كنخليوه كيبرد في درجة الحرارة ديال المطبخ، من بعد كنغطي عليه وكنوضعوه في الثلاجة. الفلون ديالنا هنا من بعد ما برد تقريبا واحد 4 6 سوايع، يعني كيبان لكم انه برد تماما. انا هنا كنت خليته ليله كامله في الحقيقه، لانني كنت خدمته في العشيه وما وقفناش عليه في الليل، داكشي علاش بقى حتى الغد اللي باش قدمناه. وكان هذا هو الفلون ديالنا. كيف ما لاحظتوا راه هنا شاركت معكم يعني ان الكراميل ديالكم راه كيدوب، راه ما تقولوش الكراميل غيجي يعني غيلصق او غيجي قاصح نهائيا. شوفوا كيفاش كيدوب وكيفاش كيجي المنظر ديال هاد الفلون كراميل، كيجي رائع بزاف وكيجي ناجح. كيبقى التقديم لكم الاختيار انكم تقدموه غير هكا صراحه، يعني غير هكا راه كيجي رائع. انا حاولت ندير هنا شويه ديال اللوز كونكاسي كان عندي محمر، قلت كاضافه للتغيير نضيفوه شويه يعني هكا اللوز كونكاسي، حتى هو كيجي زوين مع الكراميل. وكيبقى لكم نتوما الاختيار طبيعه الحال انكم تزينوه بالطريقه اللي بغيتو. المهم هذا هو الشكل ديالو. شوفوا معايا الكراميل كيفاش كيجي دايب، كيجي رائع. والقوام ديال هذا الفلون كيجي عاقد شاد فراسو بدون فرن، ساهل المذاق ديالو، كيجي روعه روعه روعه. صدقوني ان شاء الله لجربتوه غينال اعجابكم. هكا بحجم عائلي كيجي بحال واحد الطورطه. وهنايا درت الاضافه ديال الفريزه اللي صراحه ولدي صدقني قالت ماما ديري فريز باش تجي طورطه زوينه، درت لي خاطرو حتى هي جات زوينه على شله. هكا نخلي وليداتنا يشاركوا معنا حتى هما الاراء ديالهم. هكا حبايبي كان التقديم ديال الفلون كراميل ديالي، غنحاول اني نقطعو معكم باش تشوفوا يعني هذا القوام ديال هذا الفلون كيفاش كيجي عاقد وكيجي بنين بزاف. يعني هذاك الكراميل راه كيجي يعني عاطي فيه واحد المذاق زوين بزاف، يعني الواحد غير ياكل غير الفلون راه ماشي غادي ناخذ حتى داك الكراميل، كيجي يعطي غير داك اللذه ديالو لا غير. شوفوا معايا القوام من بعد ما قطعته، يعني كتجي بحال شي طورطه، رائع بزاف. كيجي بحال واحد الفلون اسباني، ما بقيتش عاقله على الاسم ديالو صراحه، كيجي حتى هو زوين زوين بزاف. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه وتنال اعجابكم الوصفه ديال اليوم، وتشجعوني باللايكات ديالكم بالبارطاج مع الاهل والاصدقاء، هكا باش تكبر العائله ديالنا وتعم الفائده. وشاركوني اراء ديالكم. كنضرب لكم موعد الفيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الرحمن.